أفضل 10 مسلسلات مقتبسة من قصص حقيقية وأحداث واقعية. النهاردة هنقدم لمحبين الدراما العالمية 10 مسلسلات مقتبسة من قصص حقيقية حصلت بالفعل، واللي هتوفر ليك تجربة درامية واقعية مليانة بالمواقف الإنسانية والحكايات المؤثرة. والقيمة دي بتتنوع ما بين التاريخ والجريمة والدراما والسيرة الذاتية وحتى الغموض. بس في البداية بنرشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا نبدأ قيمتنا. المسلسل رقم واحد معانا في القائمة هو مسلسل تشيرنوبل، واللي أنتج سنة 2019، وتصنيفه هو دراما وتاريخ، وبيتكون من 5 حلقات. وبتدور قصته حوالين واحدة من أكبر الكوارث اللي حصلت في التاريخ الحديث، وهي انفجار مفاعل تشيرنوبل النووي، واللي تسبب في آثار خطيرة جدا على الناس والبيئة. والمسلسل ده بيركز على تفاصيل الانفجار وتأثيراته المدمرة ومحاولة احتواء الكارثة اللي غيرت حياة كتير من البشر. ورقم 2 معانا هو مسلسل وين زي سي يو، واللي أنتج سنة 2019، وتصنيفه هو دراما وتاريخ وجريمة، وبيتكون المسلسل من 4 حلقات، واللي بتدور أحداثه في أمريكا، وبيحكي عن حياة 5 مراهقين سود حياتهم بتتقلب للجحيم بعد ما بيتم اتهامهم ظلم في قضية الاعتداء على بنت بيضاء في سنترال بارك. ومع تطور الأحداث الحقائق الغامضة بتبدأ تظهر، وبتكتشف تفاصيل جديدة بتغير مجرى القضية تماما. ورقم 3 معانا في القايمة ذا لايل أند إريك مينينديز ستوري، واللي أنتج سنة 2022، وتصنيفه هو جريمة وسيرة ذاتية، وبيتكون من 9 حلقات. بتدور قصته حوالين لايل وإيريك مينينديز اللي قرروا إن هم يقتلوا أبوهم وأمهم بسبب معاملتهم القاسية، وخصوصا من الأب اللي كان دايما بيعنفهم. والمسلسل بيركز على دوافعهم للجريمة وإزاي حاولوا يخفوا الحقيقة، ولكن الأمور بتاخد منعطف غير متوقع مع تطور الأحداث. ورقم 4 معانا في القائمة هو مسلسل ناركوس، واللي أنتج سنة 2015، وتصنيفه هو سيرة ذاتية وجريمة ودراما. بيتكون المسلسل من 30 حلقة، وبتدور قصته حوالين تاجر المخدرات الكولومبي الشهير بابلو سكوبار، واللي بدأ إمبراطوريته في تجارة المخدرات والكوكايين على نطاق واسع. ولكن حياته مش هتكون سهلة، لأنه هيواجه تحديات كبيرة من وكالة مكافحة المخدرات، واللي هدفهم إن هم يقبضوا عليه في أجواء مليانة بالجريمة والإثارة. ورقم 5 معانا في القائمة هو مسلسل مايند هانتر، واللي أنتج سنة 2017، وتصنيفه هو دراما وجريمة وغموض. بيتكون المسلسل من 19 حلقة، وبتدور أحداثه حوالين وكيل ذكي في وحدة مكافحة الجرائم في المباحث الفيدرالية، واللي بيسعى بكل طاقته علشان يوقع القتلة المتسلسلين اللي بيرتكبوا أبشع الجرائم. والمسلسل بيعرض محاولاته إن هو يفهم عقليتهم وطريقة تفكيرهم علشان يعرف يقبض عليهم. ورقم 6 معانا في القائمة هو مسلسل تيس، واللي أنتج سنة 2020، وتصنيفه هو جريمة ودراما وتاريخ. بيتكون المسلسل من 3 حلقات، وبتدور قصته في أجواء من الرعب والغموض عن القبض على السفاح الاسكتلندي دينيس نيلسون، وبعد ما تم الاكتشاف عن أجزاء بشرية في المصرف اللي جنب بيته في لندن. والمرعب إن القصة دي كانت مبنية على أحداث حقيقية بالكامل من غير أي إضافة وحبكة درامية. ورقم 7 معانا في القائمة هو مسلسل Unbelievable، واللي أنتج سنة 2019، وتصنيفه هو دراما وغموض وجريمة. وبيتكون المسلسل من 8 حلقات، بتدور قصته حوالين ماري المراهقة اللي اتهموها بالكذب بعد ما قالت إن هي تعرضت للاعتداء. وبعد ما بتتطور الأحداث المحققين بيبدأوا يصدقوها، وبيدوروا كمان بشكل غير رسمي على المعتدي الحقيقي، وبيحاولوا بكل جهدهم يكشفوا الحقيقة في قصة مليانة بالتشويق والتحديات المعقدة.
ورقم 8 معانا في القائمة هو مسلسل منهاتن أنا بامبر، واللي أنتج سنة 2017، واللي تصنيفه هو سيرة ذاتية ودراما وتاريخ، وبيتكون من 18 حلقة، وبتدور أحداثه حوالين محقق في مكتب التحقيقات الفيدرالية وبيحاول يقبض على إرهابي خطير. والمسلسل ده بيعرض لنا الجهود اللي بيبذلها المحقق ده علشان يقرب من هدفه ويستقطب العنصر ده في مغامرة مليانة بالإثارة. ورقم 9 معانا في القائمة هو مسلسل رايز اوف امبر اوتمان، واللي أنتج سنة 2020، والمسلسل ده تصنيفه تاريخ وحرب وسيرة ذاتية وأكشن، وبيتكون المسلسل من 12 حلقة. بتدور قصة المسلسل عن السلطان العثماني محمد الفاتح، واللي بيكون قائد حملات عسكرية وهجمات ملحمية علشان يسيطر على العاصمة الرومانية القسطنطينية. والمسلسل بيعرض ازاي محمد الفاتح نجح في كتابة فصل جديد من التاريخ باسمه لقرون طويلة. والمسلسل الأخير ورقم 10 معانا في القائمة هو مسلسل ذا أكت، واللي أنتج سنة 2019، وتصنيفه هو جريمة ودراما. بيتكون المسلسل من 8 حلقات، وقصته بتدور حوالين ديدي بلانشار، الأم اللي كانت بترعى بنتها بشكل مفرط لدرجة إنها وصلت لمرحلة الجنون، والرعاية الزايدة دي خلت بنتها تعمل تصرفات خطيرة وتكتشف أسرار أكبر وأخطر من اللي كانت متوقعاها. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا، وسلام.